مجددا. تعاقدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسميا مع المدرب الفرنسي إيرفي رونار للإشراف على تدريب الأسود خلفا لبدو زكي، وأعلن عن هذا القرار صباح اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية بمقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في الرباط. المزيد رفقة هشام زين، جيهان جهوري، بكاميرا محمد جدية. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أعلنت رسميا عن تعاقدها مع الفرنسي إيرفي رونار ليكون ربانا جديدا للأسود. فوزي القجاع رئيس الجامعة أعلن أن الناخب الوطني سيتقاضى أجرا في حدود 600 ألف درهم شهريا، كما كشف النقابة عن الأهداف المسطرة. سيشتغل السيد إيرفي رونار وفق مقاربة تعتمد على تحقيق أهداف واضحة مرتبطة بطبيعة الحال بالتأهل لنهائيات كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم والوصول إلى المربع الذهبي في نهائية الكان سنة 2017، وكل هذا بواسطة عقد يحدد واجبات وحقوق إيرفي رونار على الشكل التالي: 600 ألف درهم انطلاقا من تسليم مهامه، وفي حالة التأهل شهريا بطبيعة الحال، وفي حال التأهل إلى نهائيات كأس العالم سينتقل هذا الراتب إلى 800 ألف درهم. إيرفي رونار الذي سيساعد في مهمته كل من باتريس بوميل ومصطفى حجي لم يخفي سعادته بإشرافه على النخبة المغربية، وأكد أن الهدف سيكون كسب كل رهانات المقبلة. Je suis ravi d'avoir été nommé sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc. Le président vous a présenté les objectifs qui se présentent sur notre route. Le premier objectif, bien sûr, c'est la qualification pour la Coupe d'Afrique 2017, ce qui n'est pas très loin. Et avant cela, bien sûr, débuteront le début des qualifications pour la Coupe du Monde 2018. Donc c'est un programme chargé. L'équipe est bien lancée pendant ces éliminatoires puisqu'elle a remporté ses deux premiers matchs. Donc je félicite le sélectionneur précédent pour ses excellents résultats. Il nous faut continuer sur cette voie en espérant que le football marocain puisse retrouver des couleurs au plus haut niveau en Afrique et pour représenter l'Afrique dans une Coupe du Monde. الربان الجديد للأسود الذي يمتلك كاريزما خاصة ترك لغة الخشب جانبا وبدا واثقا من قدرته على كسر حاجز المستحيل وانتشال النخبة المغربية من ظلام السلبيات نحو أضواء التألق واللمعان. والآن مشاهدينا نتابع بعض التصريحات في حق المدرب الجديد للمنتخب الوطني. الجامعه اللي اختارت دوك اوجوردي ايرفي رونار كنظن انايا الوقت هو محمس باش ياخذ الفريق الوطني، محمس باش يدير نتائج. كنظن غيكون عنده الوقت لان غادي يكون عنده نظره على الفريق الوطني، يتبع الفريق الوطني، عنده معلومات على اللعابه اللي لعبوا مع الفريق الوطني. دونك دابا غادي يكون اختيار. دونك انا بالنسبه لي زعما الوقت واخا قصير بالتجربه ديالو كنظن زعما هذاك الوقت هذا الوقت الصغير غادي يستغلوا باش زعما كيحط واحد الفريق الوطني اللي غادي كنتمناو يدوزوا داك لي دوماج ديال الكاب ان شاء الله. لاخيب عنده تجربه على الصعيد الافريقي، جوج ديال الكؤوس لا مع فريق متواضع بحال فريق الزامبي، هو لا منتخب اللي عنده نجوم وما استطاعش مده ديال 25 سنه هو الكوت ديفوار انه يحقق لقب ديال كاس افريقيا. يعني عنده تجربه، نتمنوا ان شاء الله هذه التجربه هذه تنجح معنا حتى حنا ويعرف ياخذ الماكسيموم من لاعب مغربي. هذه هي الاشكاليه، كاين عندنا منتخب، عندنا نجوم تيلعبوا في نوادي كبيره ولكن ما تنستطيعوش ناخذوا منهم يعني الشيء الكثير باش يعطيو المنتخب. نتمنى ان شاء الله انه ينجح في التجربه هذه. تنعرفوا التاريخ ديال هذا المدرب اللي كان مساعد ديال كلود لوغوا، اللي مدرب اللي كان تيعرف حتى هو افريقيا. هذا الشيء اللي خلى الاختيار يكون على شخص باش المنتخب ديالنا
يفوز بكاس افريقيا اللي غابت علينا منذ سنين. والتاريخ والسمعه ديالو معروفه جدا، معرفه ديالو كره القدم الافريقيه. نتمنى ان شاء الله بان بعد العمل القيم اللي قدمه زكي تكون واحد الاستراتيجيه اللي تخلينا باش نزيدوا الامام.